خط بحري عملاق لنقل الكهرباء من المغرب إلى فرنسا. البلدان يخططان لمشروع ربط كهربائي سيتم من خلاله تصدير الكهرباء المنتجة عبر الطاقة المتجددة في المغرب إلى فرنسا. الخط البحري المقترح قد يمتد على مسافة تصل إلى 1200 كيلومتر، وقد تصل قدرته إلى نحو 2000 ميجاوات. لماذا المغرب؟ لأن قدرات الطاقة الشمسية نمت بمعدل 18% في آخر 10 سنوات، فيما نمت قدرات الطاقة الرياح بنحو 12% سنوياً. المغرب يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل التي توفر فرصة ضخمة لتوليد الطاقة عبر الرياح، كما يتمتع بواحدة من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم. وفي حال المضي قدما في المشروع فإن ذلك سيساعد فرنسا على تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء. بعد التقارير تتحدث عن أن استهلاك الكهرباء قد يقفز ل 29% خلال 10 سنوات. هذا ليس المشروع الوحيد للمغرب مع أوروبا، هناك خطوط ربط كهربائي قائمة مع إسبانيا، ويجري العمل أيضا على مشروع للربط الكهربائي مع البرتغال. لمناقشة الموضوع تنضم إلينا من أبو ظبي رئيسة البرامج في معهد كاربون ديالا حويلة. ديالا، أهلا وسهلا بك معنا. خط الربط الكهربائي البحري مع فرنسا كيف يمكن أن يغير معادلة أمن الطاقة في أوروبا، وما العائد الاقتصادي المتوقع على المغرب من تصدير الكهرباء إلى السوق الفرنسية؟ هذا المشروع كتير مهم، لأنه بالوضع الحالي البلاد عم بيجربوا يأمنوا طاقة للمستهلكين. منشوف ثمن الطاقة عم بيعلى كتير من وراء الأزمات اللي عم بتصير، فمنشوف أكتر وأكتر البلاد عم تتوجه نحو الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة ما بتتكل على استوراد فيول وما بتعتمد على أي مضيق. فمنشوف من سنة من 2000 المغرب علت بالاستراتيجية الوطنية تبعها للطاقة، حددت معدل معين من الطاقة يلي لازم يتكون من الطاقة المتجددة، من الشمس، من الهواء، من المي. مثل ما حددت في طاقة كبيرة في موارد كبيرة للطاقة المتجددة بالمغرب، والenabling environment اللي حطتها من القواعد والقوانين للطاقة جذبت كتير مستثمرين. وعم نشوف انه الطاقة المتجددة بالمغرب عم بتزيد وعم تتكامل وعم تأمن كتير كهرباء للسكان، وكمان عم بتأمن فرص للعمل وللفرص اقتصادية وتجارية. بأوروبا بنفس الوقت كمان عم نشوف أوروبا عم بتواجه مشاكل مع الطاقة من 4 سنين من حرب يوكرين، وهلأ من وراء اللي عم بيصير بالهرمز. فكمان أوروبا عم بتزيد طلبها للطاقة المتجددة لحتى تصير أكثر كرمال تزيد أكثر الانرجي سيكيورتي تبعها. من هون بيصير الانتركونكشن بين البلدين كتير مهم، لأنه مثل ما بنعرف الطاقة المتجددة ما فينا نقول امتى تنعمل، ما فينا نقول للشمس امتى تشرق، ما فينا نقول للهواء امتى يهب. دايما بدنا نجرب أكثر ما فينا أن نعدل الاستهلاك مع الإنتاج، وهدول الروابط بيكونوا كتير مهمين لحتى نقدر نجيب الكهرباء وين ما عم تنعمل، والطاقة المتجددة وين ما عم تنعمل، وين ما في أكتر شيء موارد للشمس وللهواء، لحتى نقدر ناخدها لوين ما بدها تستهلك، يعني أيام ما بيكونوا بنفس المحلات. المغرب لديه بالفعل ربط كهربائي مع إسبانيا، وهناك خطط للربط مع البرتغال. هل برأيك أنه المغرب سيصبح بوابة الطاقة من إفريقيا لأوروبا؟ نعم، في مجال كبير يصير المغرب بوابة طاقة لأوروبا من وراء كل الموارد اللي عندها إياها، من وراء مثل ما حكينا عنا كتير الكونديشنز اللي عايزينها لحتى نجيب كتير مستثمرين. في مجال كبير، وفي كمان مجال كبير لحتى نتخطى هذا الخط من المغرب لفرنسا، بيتخطى الخطوط اللي موجودة أو يلي مخططة مع إسبانيا والبرتغال، لحتى
لحتى نتجنب اللايبيريان بننسولا من وراء المشكله يلي صارت السنه الماضيه اللي شفناها وقت انقطعت الكهرباء. هيك بنكون عندنا اكثر من زيد الانرجي سكيورتي اكثر. لأي مدى يمكن لتعدد مشاريع الربط الكهربائي في المغرب أن يجذب موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية للمغرب في قطاعات الطاقة المتجددة؟ بيجذب كتير استثمار. المغرب مثل ما قلنا عندها كتير في أرض كتير شاسعة بتقدر تتحمل كل هدول المشاريع. وفي كمان نقطة كتير مهمة لازم نطلع فيها، هي إنه بين المغرب وبين غير شركاء يلي هن مثلا الصين أو مثلا استثماريين من الخليج في شراكة كتير كبيرة، في بارتنرشيبس كتير كبيرة، وما في نفس المشاكل بالتجارة والتعاون يلي بنشوفها عم تزيد أكثر وأكثر بين أوروبا والصين. ومثل ما بنعرف أكترية التكنولوجيا يلي تبع الطاقة المتجددة يلي أكتر شيء عم بيوطى سعرها تجي من الصين. من هيك المغرب فيها تلعب دور كبير بأنها تستقبل هدول التكنولوجيا من الصين، تستقبل استثمارات من وين ما كان بالعالم ضمن بلاد الخليج، وتقدر تنتج طاقة تقدر تصدرها على أوروبا. وهذه الطاقة كمان بتقدر تتصدر مش بس كطاقة بالشبكات، فيها تتصدر كمان بغير طرق مثل الجرين هيدروجين يلي عم نشوفه كتير كمان عم بيزيد بالمنطقة. وهذا الشيء بيسمح كتير أو بيسمح لكتير فرص عمل بالمغرب وتطور تكنولوجي وترانزيشن بتكون بتجيب انوفيشن وأعمال فرص أعمال للمغرب. بالتزامن مع مشاريع الكهرباء مع أوروبا، هناك أيضا مشروع خط أنابيب، المشروع الغاز اللي بيجي أيضا من نيجيريا. ما أهمية هذا الخط أولا؟ كل الخطوط مهمين، لأنه مثل ما عم نشوف هلأ في أزمة كبيرة على نقل الفيول بالبحر. هول الخطوط مهمين لاثنين، للمغرب للبلاد الأفريقية يلي عم تنتج نفط، لحتى تقدر تصدر هدول البلاد النفط تبعها بعد ما يعملوا تكريرهم بقلب بلدهم. هلأ بنشوف حاليا أفريقيا أكثر شيء بتصدر النفط بلا تكرير وبترجع تستوردها مكررة، وهذا الشيء بيأثر كتير على اقتصادها. فهيدا الأنبوب بيسمح مع كمان غير استثمارات بالنفط بأفريقيا، بيسمح للتكرير بقلب أفريقيا وتصديرها، وكمان بيسمح للإنتاج وللفرص العمل كمان بالبلدين. بهذه المشاريع برأيك سيتحول المغرب من دولة مستوردة للطاقة إلى منصة إقليمية لتصدير الكهرباء النظيفة لأوروبا؟ في مجال كبير انها تتحول من مستورده لحتى تصير تولد. بس في اشياء كمان لازم نكون كتير منتبهين لهم. اول شيء لازم ننتبه انه بكل هيدا السياق انه المغرب تتاكد انه المغرب هي بتخلي لها الطاقة الكافية للنمو تبعها هي، لأنه المغرب عندها مشاريع كتير لنمو اقتصادية وخصوصا بالاندسترياليزيشن تبعها. فبدنا نتأكد إنه الطاقة يلي عندها إياها المغرب أول شيء بتخدم ذاتها وبتخدم نموها الذاتي قبل ما تتصدر. وبس تتصدر، خصوصاً إذا عم تتصدر ككهرباء، لازم نتأكد إنه القواعد التشغيل تبع الشبكة تطبق بالمغرب وبأوروبا لحتى نقدر نصدر هذه الكهرباء ونقدر نستهلكها على الميلتين. أنا أشكر لك تواجدك معنا وكل هذه التوضيحات رئيسة البرامج في معهد كربون ديال حويلة. شكرا جزيلا لك. حلم القارة الإفريقية يقترب خطوة من الواقع بعد توقيع دول مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا اتفاقا يدعم تنفيذ خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا. خط الغاز بين المغرب ونيجيريا يقترب خطوة من الواقع. دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وقعت اتفاقا حكوميا يدعم رسميا تنفيذ المشروع. هذا الخط سيمتد لنحو 6800 كيلومتر عبر 13 دولة على الساحل الأطلسي الإفريقي بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار. وعند اكتماله سينقل خط الأنابيب هذا 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، سيذهب نصفها تقريبا باتجاه المغرب وأوروبا، فيما يذهب الجزء المتبقي إلى الأسواق الإقليمية. أي أن المشروع ليس مجرد خط لتصدير الغاز النيجيري،
بل محاولة لبناء سوق غاز متكاملة في غرب إفريقيا وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والمصانع ومشاريع التعدين في الدول التي يمر بها. الآن سينتقل خط الأنابيب للخطوة التالية التي تشمل تأسيس شركة للمشروع مقرها الدار البيضاء وإنشاء هيئة عليا للحوكمة في أبوجا، ثم جذب المستثمرين والتحضير لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.